عليكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ ما تنسوا اللايك والشير والكومنت. خلوا لي كومنتات ظريفة يا جماعة زيكم كده. وما تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجة جديدة قاعدة نعملها. طبعا جاياكم طازة من الفيديو اللي هو آخر فيديو نزل. لو ما شفتوه هاخد لكم مرة بتخشوا شوفوه. حماس وحيوية وكده. قلت طوال اسجل لكم الفيديو اللي بعده عشان تعرفوني انا نشيطة كيف لما نقول التسجيلات يا جماعة. anyhow زي ما قريتوا في العنوان يا جماعة، الليلة حنشوف أغرب يعني أدوات القياس أو الوزن. زي ما بتشوفوا وبتعرفوا، في واحدة والله صراحة فتشتها ما لقيتها كله يا جماعة مع الرحول ده، ما عارفة جدعتها وين، لكن بحاول لو لقيت صورة في الإنترنت أخدها عليكم. يعني هي كمان لقياس الشنط وكده، أما دي الإسكالات التانية دي فهي للمطبخ عموما. تعرفوا أنا عندي قناة بتاعت الطبخ والمناسبة بخش اشتركوا فيها يا جماعة، هناك بقينا 3000 وحاجة وابقى نحصل 10000 يا جماعة. يلا همتكم معانا، شيرات 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 يا جماعة. وهنا عايزة أحصل 1000، خلونا نقفل 1000 مشترك هنا. شكرا لكم كتير على دعمكم. ويلا ما داير أطول معاكم المقدمة وكده. نعم يا اختي. خلونا نخش طوالي في الفيديو. زي ما شايفين اهو، حوريكم اول حاجه قديم. ايوه انا عارفه قديم وبستعمله كتير وطلعت عينه اي حاجه. فده السكيل اللي كلنا متعودين عليه. زي ما شايفين اهو، رقم بتحطوا حاجاتكم هنا. دي طبعا ما تسألوا لانه كنت اشتغلت بيها. عندي مشروعي اللي كنت شغالة عليه وده برضو من حياتي كانت شغلاني. حوريكم المخمرية وكده. قاعد اعمل لي مخمرية يا جماعة وببيع، واخدت لكم فيديو او صورة ليها ممكن تشوفوها لو حابين تطلبوا او كده، او حابين يوم اشتغل معاكم. طريقتها كيف يعني، اوريكم او اوريكم مكوناتها شنو. فاني هاو ده الميزان اللي احنا كلنا متعودين عليه طبعا. ما عليكم من دي جات معاه وزبير وما اشتغلت بيها. ديلا اللي هم هنتكلم عنهم الليلة. دي اللي قلت عليكم التالتة دي. يا رب القى لها صورة في الانترنت اوريكم ليها، وكان لقيتها يوم تاني بجيب اوريكم لها في انستغرام او فيس او اي حتة. anyhow خلونا نعمل الفيديو ده لانه لي زمن كنت بحاول افتش فيها ما لقيتها، في النهاية استسلمتها. فدي هي ملعقة بتاعت قياس زي ما شايفين اهو، ملعقة الكترونية اهو. يعني دي بدل ما تقعدوا تعبوا هناك لو عايزين حاجات بسيطة مثلا ملعقة ملعقتين كده. هي عايزة حجر تقريبا. ثواني يا جماعة. طبعا يا جماعة طلعت عايزة الحجر زي حجر الساعة ده اللي هو كبير كده. شايفين الحجر المدور ده. فبحاول اشوف لو لقيت حاجة في البيت اشيل منها حجر زي ده. تقريبا عندي شنو يا ربي فيش. 2000 years later. اللي بعده اللي هو عندي السكيل ده اللي هو ده حق العفش وكده، لكن فيكم توزنوا به الحاجات عادي، مثلا اكياس بتاعت مطبخ او كده وتشيلوا به. يعني بدل ما تحطوا الحاجة في ميزان او كده بس تكونوا انتوا ماسكينه معاه. طبعا الارشادات بتاعته هنا شايفين اهو، بس بتكونوا ماسكينه كده وبيكون قاري لكم الحاجة وزنها كم. برضو كده خلينا اشوف بطاريته واشوف اذا فيه او لا. عايز حجر واحد صغير اهو يا جماعة. بيشتغل بحجرين. طبعا انا يئست كنت قايله ان البتاع ده خلاص باظ. ركبت له اقرب حجرين لقيتهم جنبي زي ما شايفين، حجرين صغار بتاع الريموت. شنو ده الصوت. واخيرا يا جماعة طبعا هو طلع بيشتغل بحجرين وانا مفتكرين انه حجر واحد. ركبت الحجر وقاعدة اجرب، قلت خلاص البتاع باظ لانه قاعد له فترة طويلة. الحمد لله تاني بس فتحت التاني لقيت انه في بتاع حجر تاني المفروض يتركب. فزي ما شايفين اهو، من هنا بفتح وبقفله. شايفين ان شاء الله يوضح لكم، ما عارفة. هنا اون واوف، شايفين بتعملوا كده يفتح معاكم. هنا دي الوحدات بتاعتكم. اليونت اللي هو هسه هو عامل زيرو، عامل زيرو جرام. فيكم تحولوه لأوز او تحولوه لكيلوغرام او LB. دي كلها الوحدات اللي بيشتغل بيها. فانا ما عايزة الجرام، الجرام بسيط شديد، ولا عايزة الأوز المعروف للناس كلها اللي هو الكيلو، الكيلوغرام. فخلونا نجرب نشوف.
حاجة نشوف وزنها كيف. المفروض يجيب لي سكر ولا حاجة كده. واخيرا جيت يا جماعة. الفيديو ده اكتر فيديو تعبني، ماشية وجاي افتش في الحاجات. anyhow زي ما شايفين اهو عامل معانا 0 0. نزلت جبت هنا السكر وجيت. طبعا عشان هو ما حيتشال، لو ملاحظين ده وزنه هنا كيلو و10 جرام، يعني قولوا كيلو تقريبا كده. نشوف حيدينا الوزن كم. وهو بس كل اللي عليكم هتعملوه انكم تعلقوا الحاجة اللي عايزين تشيلوها وتوزنوها كده. فشنو ما عارفة هيسوي كيف شنو. يلا نقول بسم الله. شايفين يا جماعة؟ واو. نحاول انزل الكاميرا اقصى ما يكون. ما عارفة ظهر لكم القراية او لا. شايفين؟ كيلو و10 بالضبط. يعني يا جماعة شايفين يا جماعة؟ كيلو و10. الوزن بيجيكم زي ما هو، بغض النظر عن انه انا اخدت هنا كيس فانا خفت انه يحسبوا لي، ولكن كيلو و10. واو. وسهل جدا يا جماعة. طبعا طريقته ولا اسهل ولا اروع. تاني خلاص يعني باي باي، لانه اجيب الوزن الكبير واخد في الميزانات الكبيرة دي واوزن كده. بس تشيل الحاجة كل اللي عليك، ترفع الحاجة كده وظبط الكاميرا زي ما كان. كل اللي علينا يا جماعة بس نرفع الحاجة ونشوف وزنها شو. لكن في حاجة مهمة لازم تصفروا العداد. زي ما شفتوا يا جماعة حاجة سهلة جدا وممتازة. وانا جايباه صراحة للشنط، لانه الشنط دي اكتر حاجة الزول بيتعب في قياسها وجرجرة وكده. خلوني، لكن والله يا جماعة الشنط كلها تقيلة وانا ما اقدر اشيل ظهري واجعني الفترة دي. فهي بتكون عملية جدا لقياس الشنط وكده زي ما قلت لكم، او لقياس الحاجات زي دي كده. يعني مثلا بدل ما تحطوا ميزان وتحطوا سكيل زي ده، او تحطوا حاجات عشان تعرفوا وزن الحاجة شنو، بس كل اللي عليكم ترفعوها هو طوالي بيحسب لكم كده. خلونا نشوف حاجة تانية. هو حيورينا وزنها كم. اقرب حاجة جنبي عشوائية بس. الكاميرا دي وريتكم لها في الفيديو القديم. فخلونا بس نشيل كيسنا ده ذاته نحطه هنا، لانه هو بس مشكلته كمان حامل، يعني في حاجات ممكن يجدها. عرفتوا؟ فشنو عايزة احمل حاجة بحيث انه انا اخلي لها هاندل او اعمل لها حاجة تتمسك بها يعني يا جماعة. عرفتوا؟ فشنو خلونا نجرب نشوف الوزن. شايفين؟ طبعا دي لانها وزنها خفيف فغالبا حتكون جرامات، ما حتكون تامة كيلو جرام ذاته. فخلونا نغير الوحدة لجرام. شايفين؟ ما عارفة ليه ما ظاهر لكم. شايفين؟ دي الوحدة بتاعتي جرام، 0 جرام. فخلونا نرفعه نشوف وزنه الحقيقي كم. anyhow ما عليكم من الشيلة كيف. فشنو؟ واو. والله انا حقرت به، لكن هو قريب ل 4 كيلو عديل، اللي هي 375. ده 4 كيلو ولا ده كم؟ طبعا خيته. الحمد لله. بس ما عارفة. فبس يا جماعة زي ما قلت لكم ممتازة جدا عشان تقيسوا الوزن بأسهل طريقة وما تحتاجوا انكم تفتشوا ميزان او كده. بالنسبة للشنط كمان بيكون عملي جدا للناس اللي بتسافر كتير وكده. سعره كان في متناول الايدي والله، بس انا صراحة ما متذكراه من وين يا ربي. من شيئين تقريبا. ان شاء الله على اللي هنا واجيبه لكم اشوف سعره كم. لكن هو متوفر عموما، شوفوا امازون ولا كده. ف ما حاجة غالية تقريبا. كان سهل علينا حاجات كتير. عرفتوا؟ فممكن تقيسوا بها القهوة، ممكن تقيسوا بها التوابل، ممكن تقيسوا بها اي حاجة يعني ميديكال ماتيريالز للناس اللي بيعملوا خلطات. حاجات كمان برضو مريحة بالنسبة لهم. فهي فكرتها جديدة ومريحة وظابطة وغريبة في نفس الوقت. هنا طبعا غالبا حيقرا الوزن، اللي هي دي شاشة بتاعت ديجيتال. فعموما حبيت يعني. كمان حبيت السكيل ده اكتر حاجة لانه طلع ظابط شديد. والحاجة الحلوة فيه هسه لو كان عملوها بحجار زي دي يعني كان حيكلفهم شنو.
الحجر الصغير ده ما من السهل انك تلقاه يعني، لكن الحجارة زي دي متوفرة في مكان يعني، حجارة الريموت دي، فده ظابط شديد يعني، وبنصح بيه للناس اللي زي ما قلت لكم بالنسبة للعفش وبالنسبة لكده. وعموما اصلا مكتوب عليه، ثواني يا جماعة الكرتونة وقعت، مكتوب عليه electronic luggage scale. ده انجليزي دي يا مرسي. يعني هو اصلا حق عفش، عرفتوا للناس اللي بيسافروا شايفين الطيارة هنعمل فيها تمام. بنصح قال هو اوريدي حق كده، انا جايباه لاغراض اخرى. anyhow ده ظابط شديد يا جماعة. ده كان فيديو الليلة خفيف سريع كده. بس حبيت اعمل معاكم الفيديو ده، وزي ما قلت لكم هاخد لكم صورة اللي كنت قاصداه وما لقيته ده، لان رحلنا ما لقيته، ما عارفة بلد وين. لغاية الفيديو ده بس خلوه كده بالنية. ان تأتي خير من ان لا تأتي، صح؟ يلا يا جماعة، لو عجبكم الفيديو ما عارفة ده هيعجبكم كيف مع اللكلكات الكتيرة دي، اعملوا لي لايك في كل حاجة، اعملوا لايك يا جماعة على الاجتهاد والتعب ده يعني. طالعة نازلة في السلم. فاني هاو شكرا لكم كتير على المتابعة، ولحد ما الاقيكم في فيديو جديد ما تنسوا الاشتراك في القناة وعلى الروابط بتاعتي كلها بتاعت الصفحات يا جماعة. stay tuned، خليكم هناك لانه في حاجات مختلفة فيهم. وما تنسوا قناتي بتاعت الطبخ كمان، اللي هو هعمل لكم فيها دي غالبا بعد ما القى رحلة البحث عن اسمه شنو الحجر دي، فغالبا هوزن بيها هناك لكيك حاجات دي كده. ف يلا يا جماعة، شكرا لكم كتير، ولحد ما الاقيكم في فيديو جديد اقول لكم في امان الله، سلام.